اللي احنا شفناه ان الاعصاب شبه بعض، وان ده بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، وده برضه بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. قصير وطويل مش هتختلف، بس يا ترى ده ماشي فيه كهرباء وده ماشي فيه كهرباء، ليه ده يسرع ضربات القلب وليه ده يبطئها؟ ليه ده يشغل الجي اي تي وليه ده يطفيها؟ حد عنده فكره ده ممكن يحصل ليه؟ هي اشاره واحده، كهرباء واعصاب. ليه ده يشغل وليه ده يطفي؟ على حسب الإشارة دي رايحة لأنهي ريسبتور. الله ينور عليك، يبقى في اختلاف في ايه؟ في الريسبتورز. وايه تاني؟ طريقه التواصل نفسها، لغه التواصل، النيورو ترانسميتر. ده بيستخدم نيورو ترانسميترز وده بيستخدم نيورو ترانسميترز ثانيه مختلفه. فاذا العضو ده لما يجي له المرسال اللي شكله فلاني يقف على الريسبتور اللي شكله علاني، هيروح عامل الافكت الفلاني. ولما يجي له مرسال تاني خالص يقف على الريسبتور تاني خالص، هيعمل الافكت تاني خالص. فزي ما قالت لنا ملك، على حسب الريسبتور وعلى حسب النيورو ترانسميتر. وده ماذا سوف نتكلم عليه بعد البريك يا ولاد ان شاء الله. الساعه 9:03 هنيجي 9:15 عشان خاطر نكمل كلامنا. يلا فكوا كده وفرفشوا عشان خاطر اللي جاي ايه مهم. طيب مش صعب. قبل البريك قلنا ان احنا في اختلاف في الريسبونس نتيجه وجود اختلافات اكيد في الريسبتور او النيورو ترانسميتر. طيب فاذا عايزين نشوف هو الكيميكال سيجنال عباره عن ايه اصلا. هو السيجنال اللي بتنقل الاشاره وبيطلع بناء عليها الريسبونس ده بتبقى عباره عن ايه؟ اولا عندي نوع سيجنال اسمه لوكال ميديتورز، ودي لوكال سيجنال بتطلع من خليه عشان مثلا تاثر على خليه جنبها. اوكي، ده بيبقى اسمه لوكال ميديتورز. دي حاجات زي الهستامين، حاجات زي البروستاجلاندين. والله مثلا اتعورت في حته فالحته دي هتورم. الحته اللي انا اتعورت فيها تم افراز منها انفلاماتوري ميديتورز. الانفلاماتوري ميديتورز دي اثرت على المكان اللي انا فيه فورم فما الى ذلك، فدي لوكال ميديتورز. في نوع تواصل تاني او اشارات تانية زي الهرمونات. الهرمونات دي تطلع من الجلاند تمشي في الدم تروح لاعضاء تانية تاثر عليها. طيب في نيورو ترانسميترز. نيورو ترانسميترز دي بتطلع ممكن من نيورون، تطلع من خلايا عصبيه، اوكي، عشان تاثر على الاورجان اللي قدامها. فزي ما احنا شايفين كده في الدايركت كونتاكت، في الاندوكراين اللي هو بتاع الهرمونات وده بتاع اللوكال ميديتورز، وفي اللي هو الساينابتيك سيجنالينج اللي هو اللي بيبقى عن طريق النيورو ترانسميترز. ده عندي انواع كتير من النيورو ترانسميترز زي الاستالكولين، زي الابنفرين، زي السيروتونين، زي. طيب التواصل اللي هيحصل عن طريق الاستالكولين اللي هم الحاجتين الاساسيين بقى اللي نتكلم عنهم يبقى اسمه كولينرجيك ترانسميشن. والتواصل اللي هيحصل عن طريق النور ادرينالين او النور ابنفرين او الادرينالين او الابنفرين بيبقى اسمه ادرينرجيك ترانسميشن. فده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. هنمسك الكولينرجيك ترانسميشن ونشوف مقدمه لطيفه عنه، لان احنا اوريدي المحاضرات اللي جايه الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه هيبقوا عباره عن تفاصيل بقى، محاضرتين عن الكولينرجيك ومحاضرتين عن الادرينرجيك. فدي مقدمه كده لطيفه ليه. الكولينرجيك ترانسميشن هنتكلم عن 4 نقاط. النيورو ترانسميتر بتاعنا خلاص عرفناه هيبقى الاستايل كولين. هنتكلم عن تصنيعه والديجراديشن بتاعه، اهم المحطات، مش هناخد تفاصيل بايو كتير. ثم هنتكلم عن السايتس اوف ريليز بتاعته، هو بيتفرز فين. ثم الريسبتورز وانواعها. هنلاقي عيلتين من الريسبتورز، عيله اسمها النيكوتينيك ريسبتورز وعيله اسمها الماسكارينيك ريسبتورز. تمام؟ طيب يلا بينا نخش على الكولينرجيك ترانسميشن نشوف هو السايت اوف ريليز بتاعته فين. انا عندي 6 سايتس اوف ريليز، 6 سايتس بيتفرز في 6 اماكن. الاستالكولين او الكولينرجيك ترانسميشن بيبقى في 6 اماكن. حفظ مهم جدا نبقى حافظينهم عشان دول مقدمات للمحاضرات اللي جايه كلها. طيب اولا اي نيورو ماسكولار جانكشن هيجي في دماغك في الدنيا بيبقى استالكولين. يعني ايه نيورو ماسكولار جانكشن؟ يعني التقاء عصب بعضله. يبقى انا كده يا ملك بتكلم عن مين؟ عن انهي فرع من الافرنت؟ السوماتيك. بالظبط كده 100 100. يبقى انا كده بتكلم عن كل السوماتيك، كل الموتور نيورونز.
يبقى اي موتور نيورون شغاله بمين؟ بالاستايل كولين، شغاله بالكولينرجيك. ده اول مكان. اي جنجليه في جسمك شغاله بالاستايل كولين. ايه ده؟ اي جنجليه؟ اي جنجليه يعني العصب اللي رايح على الجنجليه ده شغال بالاستايل، وده شغال بالاستايل، وده شغال بالاستايل. حتى لو الفرع اللي انا بتكلم عنه هيكمل ويطلع حاجه ثانيه، بس دايما البري جانجليونيك فايبر، اي بري جانجليونيك فايبر في الدنيا بيطلع ايه؟ اسيتايل كولين. طب حلو قوي، 100 100. all parasympathetic post ganglionic nerve fibers. معنى كده اي اي باراسمباثيك نيرف فايبر شغال بالاستايل كولين. كلام جميل حلو. البري جانجليونيك سمباثيك نيرف فايبرز اللي رايحه للادرينال جلاند، شايفه دي اللي رايحه للادرينال جلاند دي شغاله بالاستايل كولين. وهنا هقف وقفه مهمه جدا. الادرينال جلاند بيقال عنها في عديد من المصادر العلميه ان هي ايه؟ موديفايد جانجليون. يعني بيقولوا عليها ان هي مش جلاند اصلا، ده مجرد تجمعات عصبيه جانجليا اصلا. فطالما هي جانجليا، انا مديكي قاعده فوق بتقول ايه؟ كل الجنجليات شغاله بمين؟ بالاستايل كولين. فخلاص انا اسستم في دماغي كده ان كل الجنجليه شغاله بالاستايل كولين، بما فيهم مين؟ العصب اللي رايح للادرينال جلاند. طب الادرينال جلاند اصلا، الادرينال مضله بتطلع ايه؟ ادرينالين. ادرينالين ونور ادرينالين. فاذا ماليش دعوه هي بتطلع ايه، هي بتاخد الاوامر من مين؟ بتاخد الاوامر من الاستايل كولين. يبقى العصب اللي رايح لها تمام بيتعامل معاها بلغه الاسيتايل كولين. تمام كده؟ طيب العصب اللي رايح لها ده هو عصب باراسمباثيك ولا عصب سمباثيك؟ سمباثيتك. سمباثيك. حلو كده. طب هل ده الاستثناء الوحيد؟ ده الحاجه الغريبه الوحيده؟ مش حاجه غريبه. فاحفظي دي كده مهمه قوي. طريقه التواصل ما بين العصب والادرينال جلاند بالاستال كولين. طب العصب نفسه اصلا في انهي جهاز؟ سمباثيك. طيب حلو خالص. طب لو سمباثيك نيرف فايبر بري جانجليونيك، اي بري جانجليونيك في الدنيا سواء سمباثيك او باراسمباثيك هيبقى شغال بالاستايل كولين. تمام. اخر او المكان اللي قبل الاخير وهو الاستثناء اللي كنت هقول لك ان احنا بنتعامل فيه في السويت جلاند، وكنت قلت لك هقوله لك لما نيجي من البريك. البوست جانجليونيك سمباثيك نيرف فايبر اللي رايح للسويت جلاند. مش احنا اتفقنا قبل البريك ان السويت جلاند بيروح لها عصب سمباثيك، وهي الغده الوحيده اللي في الجسم اللي بيروح لها عصب سمباثيك؟ ولكن الاستثناء الثاني رقم 2 ان بالرغم ان هو سمباثيك لكن بيطلع ايه؟ اسيتايل كولين. طب ليه بقول استثناء؟ لان الطبيعي والمنطقي ان السمباثيك بيشتغل بالادرينالين والنور ادرينالين، والباراسمباثيك بيشتغل بالايه؟ بالاسيتايل كولين. لكن الاستثناء للقاعده دي ان انا عندي سمباثيك نيرف فايبر ومش بري جانجليونيك بقى، لا ده بوست جانجليونيك، وبيطلع ايه؟ بيطلع اسيتايل كولين. الاستثناء ده موجود عند مين؟ عند السويت جلاند. يبقى السويت جلاند عايزك تكتب كده عندك في الكشكول بتاعك. السويت جلاند في ملحوظتين يخصوها. اول ملحوظه ان هي ايه؟ سمباثيك انرفيشن، يجي لها سمباثيك انرفيشن فقط. رقم يعني انا دلوقتي في الخناقات وفي الخوف بعرق، لكن في البرا ما بعرقش. ففي حاجه بتقفلها؟ مفيش حاجه بتقفلها، بس ما بعرقش. لكن بعرق ليه في الخوف؟ عشان ببقى حرارتي بتعلى، كالوريز بتزيد، محتاج حاجه بره جسمي. طيب ايه المعلومه الثانيه؟ المعلومه الثانيه ان هي طالما سمباثيك فاحنا نتوقع ان هي تشتغل الترانسميشن بتاعها يبقى ادرينرجيك. لا، قال لك ده كولينرجيك ترانسميشن. دول ملحوظتين يتكتبوا عندك في الكشكول عشان بيجي عليهم MCQات وفي الشفوي. المكان الاخير هو CNS. يبقى الست اماكن دول لازم يتحفظوا، ان الاماكن دي بتشتغل بالكولينرجيك، بتشتغل بالاستايل كولين. تمام. طيب خدها برضو قاعده على جنب كده. all glands اللي في جسمي، كل الجلاندات اللي في جسمي بتشتغل
بالاسيتايل كولينرجيك. كل الجلاندات كلهم M3، نسبق خطوه. نوع الريسبتور بيبقى M3. طيب حلو قوي، جميل. تعال نخش على السينثيسيس والديجراديشن اوف اسيتايل كولين. هو تصنيع الاسيتايل كولين بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى محطات. تعال ناخد الحاجات المهمه. بيبقى عندي الكولين مع الاسيتايل كو اي، بيركبوا على بعض عن طريق الكولين اسيتايل ترانسفيريز، يطلع لي الاسيتايل كولين، يتخزن في فيسيكلز عشان يحميه من الديجراديشن بتاع الانزيمز اللي موجوده اللي بتكسره، فهيتحمي جوه فيسيكل، يفضل متخزن الى ان ياتي الامر. مين الامر؟ ها، الاشاره العصبيه، الكهرباء اللي جت دي بتعمل هنا ديبولاريزيشن، فالديبولاريزيشن ده يفتح البوابات بتاعت الكالسيوم، فالكالسيوم يخش يفرقع الفيسيكلز، ها، الاسيتايل كولين يخرج. دي قديمه من ثانويه عامه احنا عارفينها. الاسيتايل كولين بقى يبقى هنا السينثيسيس بيعتمد على مين؟ اهو الاسيتايل كو اي زائد الكولين عن طريق الاسيتايل اسيتايل ترانسفيريز. الريليز بيحصل عن طريق الكالسيوم. طب الاكشن، يبتدي الاسيتايل كولين يخرج في السينابس، يعمل ايه؟ يدور على ريسبتور يمسك فيه، يلاقي زي ما انت شايف، ها، بوست ساينابتيك ريسبتور. البوست ساينابتيك ريسبتور ده بيبقى موجود فين؟ على الاورجن، على الاورجن اللي هيعمل عليه الافكت، ده اسمه بوست ساينابتيك ريسبتور. طب ماشي، انت ليه بتاكد كده؟ طب ما طبيعي الريسبتور يبقى موجود على العضو اللي هو رايح ياثر عليه. هقول لك باكد لان انا عندي ريسبتور تاني هنا اسمه بري ساينابتيك. طب يا دكتور ده مفهوم، الريسبتور ده كده مفهوم، ده اللي ده موجود على العضو اللي الاسيتايل كولين هينقل له الرساله، هينقل له السيجنال. ليه يبقى في ريسبتور على البري ساينابتيك نيرف؟ ليه؟ عشان اضمن ان الاسيتايل كولين يفضل يعني يخرج. العكس، عايزين نعمل كنترول. يعني ايه كنترول؟ يعني عايزين نوصل رساله للبري ساينابتيك نيرف ان انا كاسيتايل كولين احنا خلاص هنا اكتفينا، احنا عددنا كويس، احنا عددنا كفايه، بطل افراز. فهمتي؟ يبقى البري ساينابتيك ريسبتور هدفه انه يوصل كنترول او يعمل ريجيوليشن على الافراز بتاع نفسه. طيب على كده هو ده بيحصل لما احنا بنكتفي من كمية الاسيتايل كولين اللي ماسكة في ريسبتورز. الله ينور عليك. يبتدي يسيب البوست ساينابتيك ريسبتورز ويروح يدور على مين؟ على البري ساينابتيك. يقول لي للبري ساينابتيك يبعت له بقى مسج، المسج دي تبقى عباره عن ايه؟ كفايه. وصلت؟ تمام. ويبتدي يبدا عمليات الديجراديشن. ايه عمليات الديجراديشن؟ مين الانزيم اللي مسؤول عن تكسير الاسيتايل كولين؟ الاسيتايل كولينستريز، والرمز بتاعه CHE. يبتدي الاسيتايل كولينستريز يطلع يكسر في اي اسيتايل كولين موجود هنا عشان يترمينيت الاكشن بتاعه، ويبتدي يكسروا لكولين واسيتايل كو ايه، يخشوا من جديد ويتكون من جديد جوه ويتخزن. ودي سلسله حياه الاسيتايل كولين. فاذا الاسيتايل كولين عنده بوست ساينابتيك ريسبتورز بيشتغل عليها، وعنده بري ساينابتيك ريسبتورز بيشتغل عليها. طب الريسبتورز دي كلها متشابهه؟ لا، انواع، في عائلات منها. فهنلاقي اوقات كتير الاسيتايل كولين بيروح يشغل عضله، واوقات تانية يروح يوقف عضله. الاغنيه دي يروح يشغل عضو ويوقف عضو على حسب نوع الريسبتور. طيب تعال نشوف يا ترى ليه الاسيتايل كولين افكتاته مش يونيفرسال، مش واحده في كل حته. قال لك لان انا عندي ريسبتورز مختلفه، عندي عيلتين من الريسبتورز. الكولينو ريسبتورز عيلتين كبار، عيله اسمها نيكوتينيك وعيله اسمها ماسكارينيك. عيله النيكوتينيك ريسبتورز الافكتات بتاعتهم على الجسم بتتلخص في كلمه ماتش. نحفظ الاختصار دلوقتي ونفسره بعدين في المحاضرات اللي جايه لما يجي وقته. طيب ايه المعلومه الثانيه المهمه عن النيكوتينيك ريسبتورز؟ العيله كلها
كل النيكوتينيك ريسبتورز من انهي تايب اوف ريسبتورز؟ الجيتد ايون شانلز. معنى كده ان هم صراع ولا بطاء؟ ها، الايون جيتد شانلز دول كانوا اسرع انواع ولا ابطا انواع؟ أسرع أنواع. اسرع انواع. طيب دي تساعدني ايه في المعلومه دي؟ الانواع اللي هي اسرع انواع دي نتوقع يبقوا موجودين عند انهي اعضاء؟ الاعضاء اللي محتاجه افكت سريع، اللي محتاجه رد فعل سريع، ان الاشاره ما تتاخرش ابدا. يبقى زي الهارت. النيكوتينيك ريسبتورز تبقى موجوده على انهي اعضاء يا ترى؟ ثانيه واحده. فاكره لما جيت قلت هو مين اسرع، السوماتيك ولا الاوتونوميك؟ السوماتيك. قلنا السوماتيك. طب السوماتيك ده كان بيبقى شغال على مين؟ على السكيليتال ماسلز، صح؟ ولسه قايل من شويه السكيليتال ماسلز دي انواع الريسبتورز اللي عليها بتتعامل بانهي لغه؟ الكولينرجيك، صح كده؟ ينقصني بقى عشان نكمل الصوره كامله، اي سكيليتال ماسل في الدنيا بيشتغل بالكولينرجيك بانهي نوع ريسبتور؟ نيكوتينيك ريسبتور. من انهي نوع؟ ان ام. ايه ده النيكوتينيك ريسبتورز النوعين؟ هتلاقي نوع اسمه نيكوتينيك ام ونيكوتينيك ان. ده ماسكلر وده نيورو. يعني الريسبتور اللي هو النيكوتينيك النسخه الماسكلر موجوده على مين؟ على السكيليتال ماسلز. طب والنيكوتينيك ريسبتور النسخه النيورو موجوده فين؟ على اي جانجليا. موجوده فين تاني؟ في السي ان اس. طب انا قلت لكم من شويه مين هي الموديفايد جانجليا؟ الادرينال ميدالا. يبقى الادرينال ميدالا. يبقى تاني عشان في الام سي كيوهات، هو النيكوتينيك ريسبتور موجود فين؟ احفظها ازاي يا دكتور؟ اولا النيكوتينيك ريسبتورز نوعين، ان ام من اسمه ماسل موجود على السكيليتال ماسلز، خلصنا. ان نيورو موجود على الاماكن العصبيه اللي فيها اعصاب من الست اماكن اللي احنا لسه حافظينهم من شويه. ايه هي الاماكن اللي فيها اعصاب من الست اماكن اللي حفظناهم من شويه؟ اي جانجليا. يبقى نيكوتينيك. الادرينال ميدالا ما هي جانجليا، يبقى نيكوتينيك. تمام. ثم السي ان اس ما هو اعصاب، يبقى نيكوتينيك. يبقى النيكوتينيك ريسبتورز ده اول نوع من انواع الريسبتورز اللي جوه الكولينرجيك ترانسميشن، اللي هي الريسبتورز بتاعت الاسيتيل كولين. تمام. ايه النوع الثاني يا دكتور من الكولينرجيك ريسبتورز او الريسبتورز اللي بيمسك فيها الاسيتيل كولين؟ عندي النوع الاخر اللي هو الماسكارينيك ريسبتورز. الماسكارينيك ريسبتورز. الماسكارينيك ريسبتورز هنلاقيهم 3 انواع، M1 M2 M3. يا دكتور انا هنساهم مش هعرف احفظ اماكنهم، والحاجات دي بتيجي MCQ، حفظهم لي من عينيا. اولا عايز اعرف النوع بتاع العيله دي. العيله دي كلها جي كابلد. طب الافكتات بتاعتهم بيعملوا حاجه اسمها دامبلز. ده اختصار لافكتات. مش دلوقتي، المحاضره الجايه هنحفظهم. اعرف بس الكلمه دي اللي بعدين. طيب هم جي كابلد، كلهم جي كابلد. طب جي اس ولا جي اي ولا جي كيو؟ هحفظها لك، بس اعرف دلوقتي ان هم جي كابلد. كل الماسكارينيك جي. حلو. طب الام 1 فين والام 2 فين والام 3 فين؟ ماسكارينيك، افتكر بكلمه ماسكارينيك دي الرجاله. الرجاله ايه اهم حاجه عندهم؟ اقرب حاجه القلب اقرب حاجه القلب الراجل ايه؟ بطنه. بس اول حاجه ام 1 الجاستريك بارايتال سيلز. البارايتال سيلز اللي مسؤوله عن افراز ال HCl عنده في معدته وفي السي ان اس طبعا. يبقى بطنه ودماغه. ده الام 1. الام 1 موجود فين؟ السي ان اس وفي البطن، في الايه؟ في المعده. يجي بعد بطنه ايه؟ قلبه بقى. خد لي بالك. يبقى الام 2 رقم 2 موجود في الهارت. الام 3 باقي الاماكن بتاعه البارا او بتاعه الكولينرجيك ترانسميشن اللي احنا حفظناها.
هو متبقي قد ايه منهم؟ هو احنا في النيكوتينيك قلنا مين ومين؟ حد يفكرني يلا. النيكوتينيك انا قلت لك موجود في 3 اماكن او 4 اماكن كمان. ها، النيكوتينيك الان ام موجود في السكيلتال. وايه تاني؟ حد يقول معايا. ادرينال ميدولا. الجنجليا والادرينال مضله، وموجود في السي ان اس برضه. يبقى كده متبقي لي مين؟ متبقي لي البوست جانجليونيك بارا سمباثيك نيرف فايبرز، صح كده؟ على حسب بقى الاورجن اللي انا رايح له. جيت قلت لك الاورجن لو هو البطن البرايتال سيلز يبقى ام 1، لو هو سي ان اس يبقى ام 1. طيب الريسبتورز بتاعت الكولينرجيك ترانسميشن اللي موجوده على الهارت ام 2. الريسبتورز بتاعت الكولينرجيك ترانسميشن اللي موجوده على باقي الاماكن اللي بيروح لها الباراسمباثيك، اللي هو زي الجلاندز، زي السموث ماسلز مثلا اللي في الجي اي تي، زي اللي في اللنج، زي اللي في اليورينري بلادر. كل الحاجات دي هتبقى ام 3. يبقى الاولى لحضرتك انك ما تقعدش تحفظ لي، عشان في جدول عملاق ابن لذينه هيجي لك في المحاضره الجايه، جدول كده كل الدفعه هتصوت لما تشوفه. يا نهار ابيض هحفظ كل ده؟ لا، احنا يعني انت بتاخد كورس عشان تعرف تذاكر مظبوط. الام 3 هيبقى منتشر في الجسم كله. يبقى انا احفظ ايه؟ احفظ الام 2 فين، واحفظ الام 1 فين، واحفظ النيكوتينيك فين، والباقي ام 3. تمام، حلو كده. طيب موجود فين تاني؟ بص بص بص، فاسكولار اندوثيليوم. يا دكتور انت قلت لي من شويه ان ان الباراسمباثيك مش بيروح للبلاد فيزلز، السمباثيك بس. اقول لك مش بيروح للسموث ماسلز اللي جوه البلاد فيزلز. ايه ده؟ هو في حاجات تانية جوه البلاد فيزلز؟ البلاد فيزل اهو، نتكلم فيه برضو اكتر الموضوع ده. بيبقى دي جدار، وده جوه الفراغ اليومن، تمام، وده الجدار بتاعه. الجدار بتاع البلاد فيزل بيبقى مكون من ايه؟ بيبقى مكون من خلايا اسمها اندوثيليوم سيلز، الخلايا بتاعه الجدار، بلس مين دي؟ مين الطويله اللي برسمها دي؟ السموث ماسلز، الماسلز اللي مبطنه البلاد فيزل. فاذا لما اتكلم عن السموث ماسلز اللي جوه البلاد فيزل، انهي سيستم اللي بيتعامل معاها، البارا ولا السمبا؟ سمباثيك. السمباثيك. طب لما اكلمك عن الخلايا بتاعه الجدار بتاع البلاد فيزل اللي هو اسمها الفاسكولار اندوثيليوم، مين اللي بيتعامل معاها؟ البارا. البار. يبقى عشان قدام في المحاضرات اللي جايه لما اقول لك ان البارا سمباثيك في بعض الاحيان بيعمل فازو دايليشن، ما تجيش تقول لي يا دكتور انت في المحاضره الثالثه قلت لي ده الباراسمباثيك ما بيأثرش على البلاد فيزلز. هقول لك ما بيأثرش على السموث ماسلز، لكن يقدر يعمل فازو دايليشن بطريقه ما هنتكلم فيها كمان شويه وبعدين، يعني في المحاضرات اللي جايه دي بمهدها لك من دلوقتي. هيبقى ساعتها انهي ريسبتور؟ ام 3. تاني، الام 1 فين؟ اهم حاجه عند الراجل بطنه ودماغه، سي ان اس جاستريك بارايتال سيلز. تاني حاجه بالنسبه له ايه؟ الهارت. حلو كده. الام 3 في باقي الجسم. طيب انواعهم يا دكتور، انت قلت لي جي بروتينز، جي كابلد ريسبتورز. مين بقى جي اس ومين، ولا جي اس ولا جي كيو ولا جي اي ولا ايه الحكايه؟ هحفظها لك بطريقه حلوه قوي. الارقام الفرديه جي كيو، يعني ال1 وال3. لان اصلا ليه بقول لك ارقام فرديه؟ لان في 1 و2 و3 و4 و5 و6 وحوار ازرق، بس هم جابوا لك 3 بس. كل الارقام الفرديه جي كيو. والجي كيو ده كان ايه؟ اكسايتاتوري ولا انهبيتوري يا اولاد؟ كان اكسايتاتوري. كان بيطلع ايه الجي كيو ده؟ مين الافكتور بروتين بتاعه او بيشتغل على ايه؟
كان فوسفولايبيز ولا ادينايل سايكليز؟ انتوا حد موجود معايا ولا انتوا مش فاكرين ولا انتوا نمتوا ولا ايه؟ طيب ها يا جدعان، كان ادينايل سايكليز ولا فوسفولايبيز؟ كان فوسفولايبيز. ما ذاكرتوش خالص. طب والفوسفولايبيز كان بيزود حاجتين، مين هم ومين هم؟ اللي هم السكندري ماسنجر، الداج والاي بي 3، صح كده؟ طيب والجي اس كان بيعمل ايه؟ بيزود الاندينايل سايكليز، اللي هو بدوره بيزود مين؟ السايكليك اي ام بي. طب والجي اي، الجي اي يا دكتور كان بيقلل الادينايل سايكليز اللي بدوره بيقلل السايكليك اي ام بي. طب حلو قوي، يبقى انا كده عرفت ان ام 1 وام 3 الارقام الفرديه جي كيو يعني اكسايتاتوري، يعني الريسبتور ده لما هيمسك فيه الاسيتايل كولين هيعمل اكسايتيشن للاورجن اللي هو واقف عليه. يعني انا بارايتال سيل بتاعه الجاستريك بارايتال سيل لما الاسيتايل كولين يجي يمسك في الام 1 اللي واقف عليا يعمل ايه يا عبد الرحمن؟ يشغلني ولا يبطلني؟ سامعني؟ الو يا اخوانا، مالك؟ نعم يا دكتور. انتوا سامعيني؟ اه سامعين حضرتك. طيب جاوبي على السؤال ده. لو انا دلوقتي الجاستريك بارايتال سيل موجود عليا ام 1 ريسبتور، وعرفت ان الام 1 ريسبتور ده جي كيو يعني اكسايتاتوري ريسبتور، لما الاسيتايل كولين يمسك فيا انا كبرايتال سيل اشتغل ولا اطفي؟ لا هشتغل. عظيم جدا. يبقى الاسيتايل كولين يزود الاتش سي ال سكريشن ولا يقلله؟ هيزوده. عرفنا هنذاكر ازاي؟ هنذاكر من الاوريجن، لانك لو حاولت تحفظ الافكتات بتاعت الباراسمباتيك هتتلخبط وهتنسى. لكن جيبها من الاول. هو الام 1 ده فين؟ عرفنا. نوع الريسبتور ايه؟ جي كيو، والجي كيو ده ايه؟ اكسايتاتوري ريسبتور. طب اتبقى لي الام 2، الام 2 ده ايه؟ انهبيتوري. ليه؟ اصله جي اي، والجي اي ده كان بيعمل ايه؟ بيقلل الادرينال سيركريز، بيقلل السي ام بي، بيقلل مفعول الحاجه اللي هو واقف عليها. فاذا افكت الباراسمباثيك او افكت الاسيتال كولين على القلب هيبقى ايه؟ براديكارديا. انهبيتور. بالظبط كده. يبقى لو نسيت افتكر من هنا، انا كنت دايما وانا طالب بذاكرها من هنا عشان افتكر انواع الريسبتورز. كنت بتلخبط دايما هو مين فيهم اللي جي كيو مين فيهم الجي اي. هو الام 1 موجود فين؟ موجود على الهارت، وافكت الاسيتايل كولين على الهارت بيبقى بايه؟ فرامل، بيقلله. فخلاص يبقى الريسبتور اللي موجود على القلب من بتوع الاسيتايل كولين انهبيتوري، يبقى جي اي. يبقى الاثنين التانيين جي كيو. كنت بحفظها كده. تمام كده. احنا هنا بنقطع شوط ابن لذينه في المذاكره. اخف ما عليا ان انا ارصها لك واقراها لك، لكن انا بقى عايز اذاكرها لك. فبعد اذنك ذاكرها بالطريقه دي وما تكبرش، عشان خاطر امتحانك بيلخبط. الامتحان كله بيبقى حاجات من دي. عضو الفلاني عليه ريسبتور نوعه ايه؟ طب والريسبتور ده جي ولا ايون؟ طب هو جي هيبقى جي اس ولا جي كيو؟ طب مش عارف مين بيعمل بيزود ولا بيقلل؟ كله حاجات من دي. فذاكرها بالشكل اللي بقول لك عليه هتذاكرها بسهوله. طيب الادرينرجيك ترانسميشن، النيورو ترانسميترز بتاعتي مين؟ ابنفرين ونور ابنفرين. ايه كلمه نور دي معناها ايه؟ نور دي في الكيمياء يعني ايه؟ يعني ما فيهاش ميثايل. نو ميثايل، بالظبط. يعني الابنفرين هو النور ابنفرين بس ما فيش ميثايل. طب ليهم اسم تاني اسمه ادرينالين ونور ادرينالين. طيب تعالى ناخد السينثيسيس والديجراديشن بتاعه. عندي هنا تو كاتيكولامينز، طبعا الادرينالين والنور ادرينالين من عيله كبيره، عيله كيميائيه كبيره اسمها الكاتيكولامينز. العيله دي بتضم فيها الدوبامين، بتضم فيها السيروتونين، بتضم فيها الدوبا، بيضم فيها حاجات كتير كلهم ليهم تركيب واحد مشابهين لبعض. السايتس اوف ريليس، ايه الاماكن اللي بيفرز فيها الادرينالين والنور ادرينالين؟ خلاص انا مش متبقي لي، هو طبعا السي ان اس، لان السي ان اس الدنيا ميغا فيه، وحته منهم خلاص انت مالك قلتيها لي اصلا ادرينال مضل.
ادرينال مضله بتطلع ايه؟ ادرينالين ونور ادرينالين. شوف بقى المعلومه دي، الادرينال مضله يا ملك بتفرز حاجتها في الدم ولا بتفرزها في ساينابس؟ لا مش عندي المعلومة. الادرينال المضله دي ايه؟ غده. مم. والغده بتفرز في فين؟ الدم. في في الدم الدم، طبعا. صح كده؟ يبقى الادرينال المضله بتطلع الادرينالين والنور ادرينالين في الدم. هي بيجي لها اوامر من بري جانجليونيك سمباثيك نيرف فايبر، بيديها الاوامر عن طريق ايه؟ اسيتايل كولين. تاخد الامر وتروح هي مطلعه ايه؟ ادرينالين ونور ادرينالين فين؟ في الدم، ينتشر في الدم كله. فالادرينال المضله جزء مهم جدا من السمباثيك نيرفس سيستم. ازاي؟ ده هي اصلا يعني مش متوصله كاعصاب بباقي الاعضاء، هي مش طالع منها اعصاب لباقي الاعضاء، لا ده بتطلع هرمونات، بتطلع الادرينالين والنور ادرينالين كهرمونات كفي الدم. لكن الادرينالين والنور ادرينالين ليهم اماكن اخرى كنيورو ترانسميتر، ما بين عصب وعصب، ما بين عصب وعضو. وصلت؟ ففي النور ادرينالين والادرينالين ممكن يبقوا كنيورو ترانسميترز طالعين من عصب على عضو، ممكن يبقوا طالعين من الادرينال المضله كهرمونز في الدم، سارحين في الدم وبيشتغلوا. طب الادرينال المضله 80% من افرازها ادرينالين، عشان كده ده الهرمون دايما اللي بنسمع عنه مشهور هرمون الادرينالين. 80% من المضله بيبقى من الادرينال المضله بيبقى ادرينالين، و20% نور ادرينالين. لكن في النهايات العصبيه وفي السينابسس العكس، 80% نور ادرينالين و20% ادرينالين. حلو كده؟ حلو. دي السايتس اوف ريليس، البوست جانجليونيك سمباثيك. كنت انا عملت اكسبشن هنا. ايه المكان الوحيد اللي بوست جانجليونيك وسمباثيك ولكن مش بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين، بيطلع استالكولين؟ السويت جلاند. بالظبط كده، السويت جلاند. مهمه وبيتسال فيها دي، باكد مليون مره. طيب السينثيسز، هنعرف المحطات الرئيسيه مش للحفظ. اولا التيروزين بيخش يشتغل عليه حاجه اسمها تيروزين هيدروكسيليز، وده الليميتنج ستيب، ده اللي بيتحكم في العمليه كلها. يصنع يحول التيروزين الى دوبا، والدوبا تتحول لدوبامين، والدوبامين يتحول لنور ابنفرين ويتخزن في الفيسيكل بتاعته حتى تاتي الاشاره، يحصل ديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن يفتح الكالسيوم تشانلز، يخش الكالسيوم، تفرقع الفيسيكلز، يطلع النور ابنفرين في السينابس. حلو خالص. يبقى اذا الريليز برضو عن طريق الكالسيوم، وهنا التيروزين هيدروكسيليز. كلام عبيط خالص. الاكشن برضو نفس النظام زي اللي فات، هلاقي عندي بوست ساينابتيك ريسبتورز اللي موجوده على الافكتور اورجان، العضو اللي انا عايز اعمل عليه افكت. وهلاقي برضو ريسبتورز تانية اهي، دي مالها؟ بري ساينابتيك ريسبتورز. دي فايدتها ايه يا ملك؟ هل الكلمه كنت بقول السحريه لك كفاية. ريجيوليشن او كنترول؟ هنقول له كفايه، هنقول للبري ساينابتيك اندنج كفايه افراز، احنا عددنا بقى كفايه خلاص. طب مين اللي بيكسر عمك الادرينالين والنور ادرينالين؟ هناك كان الاستايل كولينستريز. مين اللي بيكسر الادرينالين والنور ادرينالين؟ كان تو انزيمز. عايزين بس ناخد فكره. طبعا ده بيبين هنا التشابه في الكاتيكولامينز، التشابه في البتاع بتاعهم، فينايل الانين، التيروزين، كل دي امينو اسيدز طبعا. اتحول بقى ال دوبا، ركبنا او اتش زياده هنا اهي، تمام. بعد كده ال دوبا بقت دوبامين عن طريق ان احنا شلنا السي او اتش دي. بعد كده اتحولنا بقينا نور ابنفرين لما عملنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عملنا ايه؟ الدوبامين بقت نور ابنفرين، دوبامين بيتا هيدروكسيليز. عملنا خرب بيت كده، راحت فين؟ بقت او اتش اهي. بعد كده الابنفرين شلنا الايه؟
شلنا الميثايل خالص وشلنا الاو اتش دي وبقينا حطينا ميثايل جروب اهي. ايا يكن ده مش عليك، ده هتاخدوها في السيوتيكال لما تاخدوها بقى والميديسنال، مش دي القصه، بس بيعرفك ان في ستراكشر ريليشن شيب، في علاقه ما بينهم. طب الديجراديشن، ايه هي الانزيمز اللي بتكسر الادرينالين والنور ادرينالين؟ اتنين عشان في الام سي كيو، الماو والكومت. طب مين اللي بيكسر الاستايل كولينستريز؟ يبقى عندي الماو والكومت، دول المسؤولين عن تكسير الادرينالين والنور ادرينالين. طيب ايه هو الميتابولايت او المنتج اللي ناتج من تكسير الادرينالين والنور ادرينالين؟ اسمه فانيلايل مانديليك اسيد، وبيجي ماتش. ده الميتابولايت اللي بيطلع من تكسير الادرينالين والنور ادرينالين. بيطلع فين؟ في اليورين. ايه الفايده؟ الفايده ان انا اعرف مستويات الادرينالين والنور ادرينالين في دم البني ادم ده طبيعيه ولا مش طبيعيه من الراجل المحترم ده. لو عملت له لو عملت له تحليل بول، خدت عينه منه، لقيت مستويات الفانيلايل مانديليك اسيد طبيعيه في البول، يبقى الراجل ده الادرينالين والنور ادرينالين عنده طبيعيين. طب لو لقيتها مرتفعه، يبقى الادرينالين والنور ادرينالين عنده مرتفعين. طب لو لقيته قليل، يبقى الادرينالين والنور ادرينالين عنده قليلين. يبقى فهمنا فايده الفي ام اي ده عشان نعمل بيه سكريننج للليفل اوف ادرينالين والنور ادرينالين في جسم البني ادم. لو طبيعي في اليورين يبقى خلاص الادرينالين والنور ادرينالين طبيعي. مهم الشكل ده؟ مش مهم خالص، انا قلت لك المهم فيه. تمام تمام. كطبيعه الحال الادرينالين هيروح لعضو يشغله ويروح لعضو تاني يبطله. يا ترى ده ليه ويا ترى ده ليه؟ عشان في اختلاف في الريسبتورز. طب ايه هي الريسبتورز بتاعه الادرينرجيك ترانسميشن؟ عندي عيلتين برضو، عيله الالفا وعيله البيتا. الفا ريسبتورز وبيتا ريسبتورز. الالفا ريسبتورز تمام كلهم جي كابلد ريسبتورز، والبيتا ريسبتورز كلهم جي بس جي اس بقى، كلهم جي اس. فانا لغايه دلوقتي كل اللي انا عديت عليه، كل الريسبتورز بعدي عليها كلها جي كابلد، ما عدا مين؟ النيكوتينيك كانت هي الوحيده اللي ايون جيتد شانلز. كل اللي جاي، كل اللي قلناه جي كابلد. ماسكارينيك كان جي، الفردي جي كيو، وام 2 كان جي انهبيتوري. طب تعالى هنا في الالفا، الالفا جي كابلد، هنفرقهم لك برضو من دلوقتي اهو. الالفا 1 بيبقى جي كيو، والالفا 2 جي انهبيتوري. طب عيله البيتا، عيله البيتا كلها جي اس، هي الوحيده اللي جي اس هتتعامل معاها. حلوه سهله كده؟ سهل. تعالى لي بقى نتكلم فيهم. البيتا ريسبتورز هتلاقي بيتا 1، هتلاقي بيتا 2، هتلاقي بيتا 3، كلهم زي ما انت شايف جي اس، زي ما انت شايف جي اس. طب يا دكتور انا شايف ان الموضوع بيكبر مننا وفي اعضاء كتير وحوارات كتير، هتشهيص لنا الدنيا وفهمها لنا. هشهيصها لك وافهمها لك، حاضر من عيني. سيبك من الرسمه دي، خش على الالفا. الالفا هتلاقي الفا 1 اللي هو جي كيو زي ما قلت لك، وهتلاقي الفا 2 اللي هو جي اي. طيب قبل ما اشهيصهم لك واحفظهم لك بطريقه حلوه، عايزين ناخد حاجات نحفظها بعينها. ايه هي؟ البيتا 3 ده في مراجع مش هتلاقي حاجه اسمها بيتا 3، هتلاقي البيتا 3 ده شكل من اشكال البيتا 1 اصلا. تلاقي مراجع بتقول لك البيتا 3 ده شكل من اشكال بيتا 1، ولكن في مراجع فصلاه، الكليه ماشيه مع الناس اللي فاصلينه. البيتا 3 ده بيشتغل على ايه؟ على اللايبوليسيس، على اللايبوليسيس دي احفظها. الالفا، الالفا 2 ده الراجل المحترم ده موجود في حتتين، موجود في البنكرياس عشان يقلل الانسولين برودكشن. دي بتيجي في الامتحان كتير، يقول لك الريسبتور المسؤول عن الريديوسنج الانسولين برودكشن الفا 2. وموجود
بري ساينابتيك. شفت الريسبتورات اللي عمال اقول لك هي اللي مسؤوله عن اللي بتقول كفايه، اللي بنقولهم دول بيبقى الريسبتور ده من النوع الالفا 2. والفا 2 ده انا قلت لك ان هو ايه اصلا؟ جي انهبيتوري، طبيعي بيقلل الانسولين برودكشن، وهيبقى الراجل بيقول كفايه فهم انهبيتوري. طب يا دكتور الالفا 1 احنا شايفين ان حاجتها كتير والبيتاهات دي حاجتها كتير، ما تحفظها لنا من عناية. اخر حاجه هنقولها في الايه في المحاضره. بص يا سيدي، الادرينو ريسبتورز، تمام؟ طيب عقبال ما نخش في التفاصيل المحاضره الجايه، حاجه كده ايه جنرال. اي عضو هيحصل له ستيميوليشن خلال السيمبا، اي عضو هيحصل له ستيميوليشن خلال السيمبا هيكون شايل الفا 1 ريسبتور. اي عضو ما عدا 3 استثناءات ما تنساهمش. الهارت بيحصل له ستيميوليشن خلال السيمبا، ده تاكي كارديا. الهارت بيبقى عليه مين؟ بيتا 1. ما عدا الكدني بيشتغل حاجه اسمها الجاكستا، جي اس، هنجيلها في المحاضره اللي بعد الجايه. يبقى شايله مين؟ بيتا 1 برضو. 3 عمليه اللايبوليسيس بتبقى مين؟ بيتا كام؟ 3. في مراجع تانية يقول لك اي عضو يحصل له ستيميوليشن خلال الجسم خلال السيمبا يبقى يكون شايل ايه؟ الفا 1، ما عدا بعض الاعضاء بيبقى عليها بيتا 1، لان هم بيعتبروا البيتا 3 دي يعني سب تايب كده من البيتا 1. سيبك من القصه دي خالص. يبقى احنا عرفنا كده اي عضو في جسمك هيحصل له ستيميوليشن لشغله خلال السيمبا هتلاقي دايما عليه وانت مغمض الالفا 1. وانا مغمض. طب ماشي، اما نشوف المحاضره الجايه كلامك ده يبقى صح ولا غلط، بس خليني احفظها معاك كده. حلو. اي عضو هيحصل له انهبيشن خلال السيمبا هيكون شايل بيتا 2، ما عدا بعض الحاجات اللي هيبقى عليها مين اللي متبقي دلوقتي؟ مين اللي متبقي؟ الفا 2، صح؟ مين هم؟ البنكرياس هيبقى الفا 2، ومين تاني؟ البري ساينابتيك سايتس اللي في الادرينرجيك الفا 2 برضه. تعال نجرب. طيب اللنجز، شايفه معايا يا مين يا ملك؟ شايفه اللنج؟ هي اللنج بيحصل لها ايه في السيمبا؟ برونكو دايليشن ولا برونكو كونستريكشن؟ دايليشن. يعني العضلات هتقفل ولا هتريلاكس؟ ريلاكس. يعني ده ستيميوليشن ولا انهبيشن؟ ستيميوليشن. العضله تريح يعني ستيميوليشن؟ لا تمام. انهبيشن. انهبيشن. يبقى انا اتفقت معاكي في قاعدتنا، اي حاجه بيحصل لها انهبيشن خلال السيمبا يبقى مين؟ بيتا بيتا 2. 2. بصي معايا، اللنج بيتا 2. طب
نفكر تاني، هو البلادر المثانه خلال السمبا، جدران المثانه خلال السمبا بتبقى مريحه ولا كونتراكتد؟ ريلاكس. طب العضله مرخيه، ده ستيميوليشن افكت ولا انهبيشن افكت؟ انهبيشن. يبقى على اكوردنج لقاعدتي المفروض يبقى ايه؟ بيتا 2. بيتا. هل ده اللي حصل؟ اليورينري اهو. وصلت كده؟ طب ده جت بالحظ. تعال نشوف الحاجات بتاعت الالفا. طب انا سالتكم سؤال، قلت لكم الجدران بتبقى مرخيه صح في اليورينري. طب الاسفنكتر اللي تحت قافل ولا مرخي؟ قافل. قافل، يعني العضله بتاعت الاسفنكتر بتبقى ستيميوليتد صح؟ يعني المفروض يبقى عليها مين؟ الفا 1. طب بصي معايا الحركه دي. الفا 1 موجود على السفنكترز بتاعت ايه؟ اليورينري بلادر.